هنتكلم النهاردة عن حي من أقدم الأحياء في مصر، ويمكن كمان أشهرها، واتعمل عنه أكتر من عمل تلفزيوني إذا كان درامي أو أفلام. أنا عبد الله النقيتي، ميكروباص التاريخ. الحي اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو حي البطنية، وهو من أقدم وأشهر أحياء منطقة الضرب الأحمر، وعمره تقريبا 1000 سنة. وبالرغم من إن هو منطقة أثرية، إلا في خلال ال100 سنة اللي فاتوا اكتسب سمعة وحشة جدا، لأن هو كان مركز بيع وتجارة المخدرات العلنية. ترجع التسمية لعصر بناء القاهرة أيام الفاطميين، لأن وقتها جم مجموعة من العسكر استولوا على قطعة أرض كبيرة جدا بالباطل، وعشان كده الناس سموها الباطلية مش البطنية زي دلوقتي. وقال المقريزي إن في سنة 663 هجرية البطنية اتحرقت، وده طبعا التاريخ اللي كانت فيه منتشرة حرائق القاهرة الكبرى. وقتها البطنية بقت خراب، ومع مرور الوقت والفترة من الزمن اتحولت البطنية لحي راقي جدا، علشان الآثار اللي فيها والقصور اللي كان يملكها علية القوم وقتها، زي قصر زينب خاتون اللي لحد دلوقتي موجود. وكمان قال عنها علي مبارك إن المنطقة دي كانت مقر لشيوخ الأزهر والطلبة المغتربين من كل دول العالم. طبعا الكلام ده كان في فترة بعيدة جدا، ولكن بعد مرور الزمن وفي خلال ال100 سنة الأخيرة اتحول الموضوع واتشقلب رأسا على عقب، علشان تتقسم البطنية من الوسعاية الصغيرة للوسعاية الكبيرة، ودول كانوا مركز بيع وتجارة المخدرات علني في الشارع كده قدام الناس. وكانوا المعلمين يقعدوا على القهاوي وفي الخيم في الشارع وسط الناس يبيعوا المخدرات. وبكده تقريبا البطنية اتحولت لأخطر مكان في القاهرة، لحد ما جه وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رشدي، اللي قدر يتخلص من بؤر المخدرات ويقضي تماما على أسطورة البطنية. ومن بعده جه الدور للدولة المصرية إن هي تسلط الضوء على المنطقة، وتخليها من بعد ما كانت بؤرة من المخاطر والمهالك إلى ملاذ آمن للمواطنين ووجهة سياحية مشرفة. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هقول لكم بعض المزارات السياحية بالتفصيل في منطقة البطنية. شكرا، سلام عليكم.